غلطة صغيرة كفيلة تكلفك كتير وكتير قوي كمان. ركز معايا عشان ما تغلطش غلطتي وربنا يسترها على الجميع. أنا سعيد، راجل بسيط ساكن في منطقة شعبية بسيطة، اشتغل محاسب بالنهار واشتغل أوبر بالليل على العربية بتاعتي. أول حاجة تزود دخلي، لأن بعد ما اتجوزت المصاريف زادت عليا وكان لازم أعمل كده. مش عايز أرغي كتير، خلونا أدخل في الموضوع على طول. في يوم من الأيام كنت بشتغل بشكل طبيعي جدا، خرجت من شغلي بتاع النهار على حدود الساعة 5 وفتحت الابليكيشن وقلت بسم الله. اليوم دوت الشغل كان حلو جدا، وده شجعني ان انا اكمل واسهر شويه في الشغل. وانا عاده كان اخري على الساعه 11 بالكتير قوي بروح، لكن اليوم دوت الشغل كان حلو جدا وفي اوردرات كتير، وده حمسني ان انا اكمل شغل. قلت اسهر لي ساعتين كده زياده وربنا كريم. المهم على حدود الساعه 12 وربع كده جالي اوردر قابلته بشكل طبيعي، والرحله كانت مطلوبه من راجل، لكن لما رحت نقطه العميل لقيتها واحده ست منقبه شايله عيل رضيع على ايديها. قربت مني وقالت لي انت استاذ سيد اوبر؟ قلت لها انا استاذ سيد اوبر، اتفضلي يا فندم. معرفش ايه استاذ سيد اوبر دي، ضيعت البرستيج خالص. انا راجل محاسب على فكره قد الدنيا، بس يلا اهو الزمن. لما ركبت العربيه قالت لي معلش جوزي اللي طلب الرحله وهو في الشغل. طبعا انا ما استغربتش لان الكلام دوت بيحصل كتير جدا وبيصادفني كتير يعني. المهم وصلتها للنقطه اللي هي رايحه فيها المتحدده قدامي على الابلكيشن، فقالت لي معلش انا هدخل اجيب حاجه من هنا على طول وهرجع لنفس المكان اللي انت خدتني منه. قلت لها تمام يا فندم مفيش مشكله، حاسبين على الرحله ديت ولما نرجع يبقى حاسبين على الرحله الثانيه مفيش مشاكل. قالت لي عادي مفيش مشكله، وادي حساب الرحله دي كمان. وقالت لي معلش الواد نايم هسيبه هنا عشان ما يصحاش مني، وانا ما صدقت نيمت. قلت لها مفيش مشاكل اتفضلي يا فندم وانا في انتظارك. وبيني وبينكم انا اتكسفت اقول لها لا عشان هي كانت مزوداني في الفلوس اللي اديتهاني، بس في عقل بالي عمال اقول الوليه ديت عبيطه ولا ساذجه ولا ايه عشان تسيب ابنها كده في العربيه مع واحد غريب وتمشي كده عادي. المهم نزلت من العربيه ودخلت قدام مني العماره، فضلت مستنيها في العربيه وانا مش مدي اخوانا لاي حاجه تحصل. عدى بتاع 5 دقايق الوليه ما نزلتش، عدى 10 دقايق برضه ما نزلتش. بيني وبينكم انا ابتديت اخاف واقلق، مش من اي حاجه، لا خفت الواد يصحى من النوم ويصدعني وانا ماليش في المناهده ومش هعرف اسكته. فكنت بقول يا رب تنزل ونخلص، لكن عدى ربع ساعه وبرضه لسه ما نزلتش. هنا انا قلت لا كده كتير، قمت نازل من العربيه ورحت عند بوابه العماره. فضلت عندها يا جماعه اللي هنا، انتوا يا اخوانا اللي هنا، هو مفيش بواب هنا ماسك العماره ديت ولا ايه؟ فطلعت لي واحده ست كده بتتكلم فلاحه، قالت لي اؤمر يا استاذ، عايز مين؟ قلت لها في واحده ست لسه طالعه العماره ديت هنا من شويه، من فضلك يا ست الكل محتاج حد يندهها لي بعد اذنك ويقول لها السواق اللي بره اتاخر وعايز يمشي مش كده. قالت لي ايوه يعني الست ديت اسمها ايه وطلعت الدور الكام؟ قلت لها بصراحه انا مش عارف هي طلعت فين ولا طلعت الدور الكام، انما هي قالت لي انها هتطلع تجيب حاجه من اختها وتنزل على طول، وبقى لها بتاع تلت ساعه اهوت ولسه ما نزلتش لحد دلوقتي، ممكن بعد اذنك تطلعي تندهيها. قالت لي انت فايق للي بتقوله يا استاذ ولا ايه؟ العماره فيها 50 شقه، اطلع اخبط عليهم واحده واحده عشان سعادتك يعني؟ وبعدين هو انت مش واخد بالك الساعه كام ولا ايه يا استاذ؟ بص يا استاذ انت اتفضل في العربيه بتاعتك وهي هتنزل ان شاء الله. خدت الكلمتين في جنابي وقلت بصراحه عندها حق، ورحت اترميت في العربيه. وانا كل اللي شاغلني دلوقتي الطفل اللي نايم في العربيه دوت وضعه ايه؟ امه هتيجي تاخده ولا ارميه قدام العماره واطلع اجري ولا اديه لمراتي البواب واقول لها لما الاستاذ تنزل اديهولها؟ انا بصراحه مش عارف. والمريب ان الواد كل دوت نايم ابن اللذينه وما صحاش ولا قلق ولا اي حاجه. فاستنيت 10 دقايق تاني وانا على نار، وقلت اما اشوف ام الست ديت ههزق اللي خلفوها وهحاسبها على كل التاخير دوت ومش هوصلها لاي مكان تاني كمان. وبعد انتظار بتاع 35 دقيقه قلت لا ما بدهاش بقى، قمت واخد الولد بالشياله اللي كان محطوط فيها ورحت ناديت على البواب مره تانية. فالوليه مرات البواب خرجت لي تاني وقالت لي فيها يا استاذ واحنا ما وراناش غيرك النهارده ولا ايه؟ قلت لها بص يا ست الكل خد الولد دوت ولما امه تنزل ابقى اديهولها. قالت لي واد ايه يا بيه انت مجنون؟ راحت نادها لي جوزها اللي كان نايم وانا قلقت منامه، خرج لي وهو لابس الكلسون الابيض اللي بيلبسوه تحت الجلابيه ده، وجوزها ده ما شاء الله ضل في الباب قدامك، بس ايه محسوبكم جامد ما بيخافش من حد. طبعا الكلام دوت بتاع استاذ سيد صاحب القصه، انا ماليش علاقه بالموضوع ده. بالمناسبه لو عندك قصه عجيبه زي القصه ديت وعايز تحكيها لي تقدر تبعتها لي على الفيسبوك او الانستا اللي هتلاقي روابطهم تحت في وصف الفيديو. المهم ان انا حكيت للبواب الكلام من الاول، فالبواب قال لي بقول لك ايه يا بيه احنا ساعه مسا ومش فايقين لك، عايزنا نطلع نخبط على 50 شقه وندور على حد انت مش عارف اسمه ايه، وبعدين احنا ايه اللي اكد لنا ان الست ديت طلعت العماره؟ ما ممكن تكون خرجت من البوابه الثانيه. قلت له نعم هو تانية؟ هي العماره ديت ليها باب تاني؟ قال لي انت مش شايف ولا ايه بايه؟ بصيت كده في العماره من جوه وانا مستغرب ان انا ازاي ما خدتش بالي ان العماره ديت ليها باب تاني. قلت له طب وبعدين الولد الصغير دوت اعمل فيه ايه؟ اخده معايا البيت يعني ولا ايه؟ قال لي بقول لك ايه انا ابتديت اشك فيك انت شخصيا، شكلك كده جاي تعمل انا حوار على مسا. بقول لك ايه وريني كده الواد اللي على ايدك ده. قلت له تعالى اخويا شوف اتفضل اهو عيل صغير والله العظيم مش بكدب عليك يعني، وبعدين انا سواق اوبر محترم وبشوف شغلي مش فالق حوارات. في الوقت دوت كان هو ومراته قربوا من الولد
ولقيت مراته بتقول لي ايه ده، هو الواد ليه ما بيتحركش وليه ما بيتنفسش؟ قلت لها لا ده تلاقيه نايم عشان امه لسه منيماه من شويه. قالت لي طب ازاي كل الدوشه ديت ولسه ما صحاش لحد دلوقتي؟ الواد ده اكيد في حاجه وانت بتعمل نصيبه. فقربت من الولاد اللي كنت شايله بايدي وحاولت اسمع له اي نفس ولا اشوف له اي حركه، وفعلا مفيش. حطيت ايدي على رقبته مفيش نبض. حاولت اصحيه ما بيتحركش. قلت يا حلاوه شكل لبست مصيبه. لقيت البواب بيقول لي ما هو يا اما انت اللي جايب جثه الولد دوت وعايز ترميه عندنا وتهرب، يا اما الست اللي انت كنت مركبها معاك زي ما انت بتقول يعني لبسته لك، وفي الحالتين بره عننا. انت تمشي من هنا حالا وان هطلب لك الشرطه وهوديك في داهيه. بقول لك ايه، غور من هنا، تروح تسلمه وتروح ترميه، مش بتاعتي. امشي من هنا على المسا عشان ما اعملهاش معاك. وفعلا من شده الصدمه والرعب والفزع اللي انا كنت فيه خفت ورجلي بقت تخبط على السكان ال50 بتوع العماره، وخدت الولد ورجعت العربيه بتاعتي ومشيت وانا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. بس اقرب حاجه فكرت فيها هي ان اتصل بجوز الست اللي هو طلب الرحله، ولما كلمته قلت له حصل 1 2 3. قال لي بقول لك يا استاذ انا في واحده ست وقفتني في الشارع كانت شايله عيل صغير ولابسه نقاب، قالت لي ممكن تطلب لي رحله عشان تليفوني فاصل شحن. صعبت عليا فطلبت لها الرحله اللي هي عايزاها ومشيت. قفلت مع الراجل وانا مشتت الذهن مش عارف اتصرف ازاي. وعلى فكره في الموقف دوت نسيت خالص اقول لهم طب نبص على الكاميرات ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولكن حتى لو بص على الكاميرات محدش يشوف الست لانها كانت منقبه زي ما قلت لكم. المهم اتحركت بالعربيه وانا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، والساعه كانت خلاص عدت الساعه 1. فوانا ماشي عمال افكر اعمل ايه لحد ما ربنا هداني ان انا لازم اروح اسلمه لاقرب مركز شرطه. وفعلا رحت اقرب اسم شرطه موجود في المنطقه ديت، وقفت قدام الاسم، وقبل ما انزل من العربيه فضلت دماغي تودي وتجيب، وعمال اقول لنفسي دلوقتي انا لو دخلت الاسم مش هيصدقوا الكلام بتاعي لان الرحله اتقفلت. وبعدين حتى لو وريتهم الرحله في الولايه بنت الحرام ديت طلعت طالبه الاوردر من واحد ماشي في الشارع ما تعرفوش، يعني كده الحكومه مش هتصدقني، وحتى لو صدقتني فاكيد هترمي في الحجز بتاع شهر على ما يثبتوا الكلام دوت. وانا سمعت عن قصص كتير جدا في الفتره الاخيره عن سواقين اوبر راحوا في داهيه بسبب ان في واحد معاه مخدرات راكب معاهم العربيه، ما بالك انا بقى داخل للحكومه وفي طفل ميت على ايدي. في اللحظه الاخيره قلت لا مش هدخل الاسم، مش طالبه نصايح، وقررت ان انا اروح البيت واخد الطفل دوت معايا، يمكن بكره ربنا يهديني لاي حل. واللي عملته دوت كان اكبر غلطه عملتها في حياتي، لاني فعلا خدت بعضي وروحت البيت، واول ما فتحت باب الشقه ومراتي رحمه شافتني وشافت الطفل دوت في ايدي رقعت بالصوت. ست مصريه اصيله زي ما بيقولوا الكتاب. ده ايه ده اللي انت داخل لي بيه دوت يا سيد؟ انت كنت متجوز وانا ما اعرفش ولا ايه؟ طب استنى شويه عليا يا حبيبي، ده جوازنا ما كملش سنه، ليه تعمل فيا كده؟ ليه تعمل في بنات الناس كده يا اخي؟ حرام عليك، انت ايه ده، احنا حتى لسه ما خلفناش يا اخي. قلت لها استهدي بالله يا وليه لميتي علينا الجيران. قلت لها اهدي شويه واحكي لك على كل حاجه. وفعلا حكيت لها كل حاجه بالتفصيل الممل من طقطق لسلام عليكم، وهي كانت بتسمع مني وفاتحه بقها وحاطه ايديها على دماغها من شده الصدمه والمصيبه اللي حلت علينا. وقالت لي انت تنزل دلوقتي حالا تسلم الولد دوت للشرطه والا والله العظيم اسيب لك البيت وامشي. وقالت بقى بوز النكد بقى، انتوا عارفين بوز النكد بتاع النسوان، انا مش هبات مع جثه طفل في بيت واحد مستحيل. وفضلت على كده لدرجه ان صوتها كان عالي جدا وخفت الجيران يسمعونا. فقلت لها اهدي وبكره الصبح هعمل كل اللي انت عايزاه. قالت لي ولا دقيقه واحده انا هتصل باهلي وهم يجوا يتصرفوا معاك. قلت لها انت كده هتفضحيني يا وليه وهتوديني في داهيه. قالت لي ماليش دعوه، لازم ابويا وامي يعرفوا ويجوا حالا يمكن يعرفوا يساعدوك. وفعلا كلمتهم وفضلت تنوح لهم في التليفون، خليتهم يا عيني ينزلوا يجوا جري. والحمد لله من حسن حظنا انهم كانوا ساكنين جنبنا على بعد 5 دقائق بالتوك توك، واحنا اصلا ساكنين في منطقه شعبيه يعني بسيطه. المهم اول ما حماية وحماتي وصلوا حكيت لهم كل اللي حصل. فحماتي قالت لي طب ممكن اشوف الطفل دوت؟ قلت لها اتفضلي يا حماتي، وفتحت لها غرفه الاطفال اللي انا كنت حاطط فيها الطفل. فحماتي دخلت وقالت لي بعد اذنك سيبني لوحدي واقفل الباب. وفعلا قفلت الباب عليها وخرجت قعدت بره معاهم، واحنا مش فاهمين حماتي بتعمل ايه جوه. ركز معايا بقى لان في الوقت دوت كانت الساعه قربت على 2:30 بالليل تقريبا. المهم فضلنا نبص لبعض ومش فاهمين اي حاجه، ومراتي عماله تنوح وتعيط غرقت الدنيا عياط لما قرفتني. وما فيش 5 دقايق ولقينا حماتي عماله تضحك بشكل هستيري. قلت في عقلي بالي الولايه شكلها اتجننت ولا اتلبست ولا مش عارف حصل لها ايه. بعد كده لقيناها خارجه من الغرفه وماسكه الطفل في ايديها وميته من الضحك. قلت لها وطي صوت الضحك شويه يا حماتي الله يرضى عليك، احنا على وش الفجر، بتضحكي ليه دلوقتي في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ بصيت لي كده وقالت لي هو مين اللي قال لكم ان دوت طفل اصلا يا مغفلين؟ دي عروسه سيليكون من بتاعه الصين اللي شبه البيبيهات الحقيقيه دي. انا لما لمسته حسيت ان هو مش طبيعي لكن شكيت برضه. بصيت على بقه وعلى عينيه فهمت ان هو لعبه، واللي اكد لي انها عروسه لعبه
ان ملهاش اعضاء تناسليه، يعني اتعمل فيك مقلب وشربت اكروديا. طبعا انا كنت واقف وانا جسمي بينزل عرق من كل حته في عز الشتاء ومرعوب، وفي وشي ابتسامه بلهاء ومش عارف افرح ولا اعيط ولا اعمل ايه. لكن اول حاجه عملتها قلت احمدك يا رب، ونزلت سجدت سجده شكر لله، قلت توبه ما اشتغل شغله اوبر دي تاني، خلاص توبه. وبنصح اي حد بيشتغل الشغلانه ديت يخلي عينه وسط راسه، لا يسيب اي حاجه بتاعت حد في العربيه ولا يركب اي حد مشبوه معاه، وربنا يسترها على الجميع. وريت كمان ما تركبش اي حد ما تكونش صورته قدامك على الابلكيشن. الجزء اللي فات بقى في القصه ده حماده، والجزء اللي جاي حماده تاني خالص. ركز معايا بقى، لان زي ما انتوا عارفين انا لسه ما خلفتش، ومراتي بعد ما بصت كويس في العروسه حبيتها فجاه كده وقالت قال ايه دي عروسه كيوت. لا والله ما من نص ساعه كانت جوزها ومش هقعد معاها في بيت واحد، دلوقتي بقت كيوت. يا مثبت العقل في الدماغ يا رب. الستات دول عليهم حاجات. صدق ابو الليف لما قال دول مجانين. المهم ان مراتي شبطت فيها وفضلت متعلقه بيها بشكل مرضي، لدرجه انها كانت بتنيم العروسه جنبها بالليل، لدرجه اني بجد زهقت من الوضع دوت، لان العروسه كيوت فعلا، بس انا قلبي ما كانش مطمن لها. كل ما اشوفها احساس ان انا كنت بشوفها انها جثه طفل مش عايز يروح من بالي. وبعدين انا بخاف من اللعب اللي شبه بتاعه البشر دي، اصل محسوبكم مقفل كل الاجزاء بتاعه فيلم العروسه اللي كانت ملبوسه وبتمشي بالليل تقتل في الناس دي. المهم قلت لها بقول لك ايه، البتاعه دي مش هتنام معايا على السرير واحد مره تانية، يا ترميها في غرفه الاطفال يا اما خدها ارميها في اقرب مقلب زباله وبراحتك بقى. فمراتي قالت لي ولا تزعل نفسك، انا هسيبها في غرفه الاطفال. وغرفه الاطفال دي عباره عن سريرين وفي سرير صغير كده كنا مخصصينه للبيبي عشان لما نبقى نخلف كده ان شاء الله ادعوا لنا بقى. وفعلا مراتي كانت بتقعد تنيم العروسه ديت في سرير البيبي وتقعد تلعب بيها طول النهار، كانت بتتدرب وبتاخد فيها كورس امومه وبتستعد من دلوقتي، مع انها ولا حامل ولا نيله، امال لما تحملي هتعملي فيها ايه. المهم نيجي لاخطر حاجه حصلت وبدايه الكارثه الحقيقيه. انا كنت مفكر ان الكارثه ان الست سابت لي عيل ميت في العربيه وهي ديت النصيبه، لكن المصيبه الحقيقيه لسه ما عرفتهاش، لان بعدها بكام يوم من ساعه ما زعقت مع مراتي وقلت لها العروسه ديت تترمي بعيد ومراتي حطيتها في غرفه الاطفال، صحيت في نص الليل ومراتي نايمه عشان البي نداء الطبيعه وادخل الحمام، ما انا بني ادم برضه عادي بخش الحمام. المهم لسه هدخل الحمام سمعت صوت عيل صغير بيعيط، قلت ايه الصوت دوت؟ طفل بعيط؟ ده اكيد الصوت دوت جاي من عند الجيران. فما حطيتش في دماغي ودخلت الحمام عادي جدا، ولما خرجت دخلت غرفه النوم وكملت نوم عادي جدا. تاني يوم ما صحيتش عشان اخش الحمام، لكني صحيت على صوت بكاء الطفل مرة تانية وهو اللي صحاني. قلت لا كده الموضوع كبير، قمت قايم من السرير وخرجت من غرفة النوم وانا بتسحب زي الحرامية ومرعوب، لان محسوبكم متجوز واحدة عاملة زي الخفافيش بتحب تضلم الشقة كلها قبل ما تنام. المهم خدت الكشاف بتاع التليفون بتاعي لحد ما وصلت للصالة وولعت النور وقربت ودني كده على غرفة الاطفال وسمعت صوت ولد بيعيط فعلا، والصوت كان جاي من داخل الغرفة. فمسكت أكرة الباب عشان ادخل وانا ركبي بتخبط على الجيران، وقبل ما اخد قرار ان انا افتح الغرفة وادخل اشوف مصدر الصوت رجعت في كلامي وقلت لا انا هدخل انام عشان لو في اي حاجه مش عايزه اتلبس. تاني يوم حكيت لمراتي اللي حصل وقلت لها هو انت بتسيبي شباك الغرفه ديت مفتوح؟ يمكن الصوت دوت جاي من بره ولا حاجه. قالت لي لا انا بقفل الشباك قبل ما انام، وبعدين ما فيش اي حد جنبنا عنده اطفال ولا حاجه، انت اكيد بتهيألك. قلت لها بقول لك انت هتجننيني، انا وصلت لحد باب الغرفه وسمعت الصوت جاي من جوه، لو حصل كده مره تانية هصحيكي واسمعك بنفسي. وفعلا تاني يوم صحيت على نفس الصوت، معرفش انا الوحيد اللي بصحى على الصوت ده ولا ايه. مراتي ديت معلش اصل هي قتيله نوم ما بتصحاش، لازم تصحى بالطبل البلدي. المهم المره ديت صحيت مراتي اللي اول ما سمعت الصوت ركابها ثابت، فقلت لها تعالي معايا نروح نفتح الباب ونشوف الصوت دوت جاي من فين. طبعا كانت خايفه بس انا اقنعتها في الاخر، يعني قلت لها ما تخافيش انت وراكي راجل. وفعلا نزلنا من السرير فتحنا النور وخرجنا من الغرفه نورنا نور الصاله، وكل دوت واحنا سامعين صوت العياط جاي من داخل غرفه الاطفال. قربنا جامد حطينا ودننا على الباب هنتجنن، سامعين الصوت جاي فعلا من جوه الغرفه. طبعا مش عارف اوصف لكم كم الرعب اللي كنت فيه انا ومراتي، لكن في الاخر تمسكنا قررنا اننا نسمي الله وندخل مره واحده، وبسم الله فتحنا باب الغرفه عشان نتفاجئ ان صوت البكاء وقف مره واحده. فضلنا نبص لبعض انا ومراتي واحنا مذهولين مش فاهمين الصوت دوت جاي من فين، كاننا باصين على السرير بتاع البيبي واحنا مرعوبين طبعا خايفين اللي في دماغنا يكون صح، وهي ان العروسه اللعبه هي اللي بتعمل الصوت دوت. فتمالكت اعصابي وقربت ناحيه سرير البيبي ورفعت الغطا من على العروسه عشان اتفاجئ ان فعلا مفيش اي صوت فيها ولا اي حاجه. مسكت العروسه فضلت ادوس عليها في كل حته كده يمكن تعمل اي صوت، مفيش. فضلت اقلب فيها يمين شمال يمكن يكون فيها اي حجره ولا اي حاجه وانا اخلعها، لكن مفيش. فسالت مراتي هي الفتره اللي فاتت لما العروسه كانت بتنام جنبنا كنت بتسمعها اي صوت منها ولا اي حاجه؟ قالت لي لا ما حصلش. قمت حاطط العروسه مكانها وقفلت النور وخرجت من الغرفه انا ومراتي وقفلنا الباب، واول ما قفلنا الباب صوت العياط رجع مره تانية، لكن المره دي
كان اعلى شويه، فخدنا دينا في اسنان انا ومراتي على غرفه النوم جري، قفلنا علينا الغرفه بالمفتاح من شده الرعب، وكل دوت كنا سامعين صوت العياط جاي من غرفه الاطفال. ونمنا يومها بالعافيه. اول ما النهار طلع صحينا قعدنا في الصاله نبص لبعضينا مش فاهمين هو في ايه، وقررت ان انا ما اروحش الشغل وافضل قاعد لحد ما احل المشكله دي. وعلى فكره طول النهار ما بنسمعش اي عياط ولا اي حاجه، لكن بالليل هو بس اللي بنسمع فيه وبيحصل فيه الاحداث دي. وبعد مفاوضات انا ومراتي قررت ان انا اخد العروسه ديت ارميها في ابعد مقلب زماله بعيد عن البيت. وفعلا خدت العروسه معايا، حطيتها في شنطه ولزقتها كويس جدا ببلاستر قبل ما انزل. ولما نزلت فتحت العربيه وصراحه خفت احطها جنبي، فرميتها في شنطه العربيه. قلت انا مش هينفع ارميها قريب من البيت، انا هحاول ارميها في ابعد مكان اقدر عليه. وقلت بما اني عايز ارميها بعيد انا هفتح اوبر واستقبل اي زبون، وزي ما تيجي معايا بقى وابقى ارميها في السكه وانا شغال كده. وفعلا ابتديت تشتغل، لكن حصل حاجه غريبه معايا وانا شغال، وهي ان ابتديت انا والزباين نسمع صوت طفل صغير بيعيط جوه العربيه. والزباين عماله تقول لي هو في ايه، هو في طفل معانا في العربيه ولا ايه؟ وانا كنت بتوه في الكلام وعلي صوت الاغاني عشان ما ياخدوش بالهم. واستنيت لحد ما جات لي رحله بعيده، وهناك اول ما شفت مقلب زباله ركنت على طول عشان انزل اجيب العروسه من شنطه العربيه وارميها. لكن لما فتحت شنطه العربيه ومسكت الشنطه اللي العروسه فيها لقيت الشنطه فاضيه. هنا انا حصل لي شلل في دماغي، ووقفت في الشارع كده عمال اكلم نفسي، يا رب الكلام دوت حصل ازاي؟ انا مقفل الشنطه بايدي بلزق كويس جدا، العروسه راحت فين؟ وفضلت واقف اكلم نفسي في الشارع زي المجنون وعمال اضرب كف على كف، وتهت من الدنيا خالص. وما فقتش غير على رن تليفوني اللي اول ما بصيت عليها لقيتها مراتي. رديت عليها ولسه احكي لها اللي حصل لقيتها مفزوعه بتقول لي الحقلي انا سامعه صوت عيل صغير بيعيط في غرفه الاطفال. لما سمعت الكلام ده من مراتي قلت ده باين انه هيبقى مرار طافح وشغلانه ما يعلم بها الا ربنا. جريت على البيت وانا خايف لمراتي تتجنن وتطفش، لكن لما رحت لقيتها الحمد لله موجوده في البيت لسه زي ما هي ما طفشتش، لكنها كانت مرعوبه وعماله تعيط ومفلوعه من العياط وتقولي هو انت مش خدت العروسه معاك وانت نازل عشان ترميها ولا ايه؟ حكيت لها على كل اللي حصل وانا مرعوبه اكتر منها. فقلت لمراتي ما تخافيش، خليك انت واقفه هنا وانا هخش اشوف ايه مصدر الصوت ده، بس امان عليك يا شيخه لو اتلبست تجيبولي شيء. وفعلا دخلت الغرفه وانا رجلي مش شايلاني. اول لما فتحت باب الغرفه العياط وقف تماما، والغرفه كانت مظلمه. فتحت النور بتاعها ودخلت، وفضلت اقرب على سرير بيبي وحرفيا قلبي كان عامل من مزيكه حسب الله. لما قربت من السرير لقيت في حاجه نايمه كده في السرير ومتغطيه، ولما كشفت الغطا لقيت العروسه موجوده في مكانها، والاغرب ان كان في دموع نازله من عينيها. اول ما شفت المنظر دوت خرجت من الغرفه وقفلت الباب بالمفتاح. فضلنا واقفين انا ومراتي واحنا في حاله من الذهول مش فاهمين هو في ايه وايه اللي بيحصل، لكن بقى عندنا يقين ان العروسه ديت فيها حاجه غلط. وفضلنا نفكر نعمل ايه في المصيبه دي. واول حاجه مراتي قالتها لي بص ايا كان هنعمل ايه انا مش هبات في الشقه ديت ساعه واحده تاني، انا هروح عند امي لحد ما المشكله ديت تتحل. اصيله مراتي يا حبيبتي، قلت لها تمشي انت واتحرق انا عادي صح؟ المهم اتفقنا ان انا اوديها عند بيت اهلها بالنهار وانا نازل الشغل، وبالليل ارجع اخدها نروح بيتنا نبات مع بعضينا، وهكذا لحد ما المشكله دي تتحل. طبعا انا ما كانش ينفع ابات عند اهلي لان اهلي في الصعيد وانا شغلي في القاهره والموضوع كان صعب، وبرضه مش ينفع ابات عندهم لان عندها اخوات بنات لسه ما اتجوزوش وما يصحش كده. في نفس الوقت كنت لسه ما لقيتش شيخ موثوق فيه يحل لي المشكله ديت وبسرعه، لان بصراحه بقلق من الدجالين وما بحبش اتعامل مع اي حد غير موثوق فيه. وفعلا فضلنا على الحاله ديت بتاع 3 ايام، اصحى الصبح اخدها معايا لحد بيت اهلها، وبالليل ارجع اخدها نروح بيتنا نبات مع بعضين. وكنا طول الفتره ديت بنسمع صوت العياط برضه جاي من غرفه الاطفال، بس خلاص تقريبا شبه اتعودنا عليه. لكن غرفه الاطفال بالنسبه لنا بقت منطقه محظوره ما بنقربش منها نهائي، حتى لما بنعدي من جنبها بناخد الحته دي جري كده. وبعد كام يوم حصل اللي ما كناش متخيلينه، هو ان الصوت وقف مره واحده ومبقناش نسمع صوت العياط دوت نهائي، لكننا كنا خايفين نفتح الغرفه نبص عليها. بعدها بيومين كمان قررنا اننا نفتح الغرفه ونشوف الصوت اختفى ليه، عشان نتفاجئ ان العروسه اختفت. إيه؟ المرة ديت كنا واقفين نلطم أنا ومراتي ومش عارفين العروسة راحت فين، والأكتر رعبا إننا ما كناش عارفين هتظهر فين وإمتى المرة الجاية. من كتر خوفنا فكرنا إننا نبيع الشقة ونعزل، لكن فكرة إننا نخسر مصاريف التوضيب اللي كنا عاملينها في المكان كانت صعبة جدا، فقررنا إننا نتعايش بشكل طبيعي في البيت ونشغل أذكار طول الوقت. وكنت باخد مراتي الصبح برضو بيت أهلها عشان كانت بتخاف تقعد لوحدها، لكن في الفترة ديت الدنيا هديت تماما ومفيش أي حاجة بتحصل طول ما احنا موجودين في الشقة، لحد ما في يوم صحينا في نص الليل على صوت عيل صغير بيعيط. لكن المرة دي الصوت ما كانش جاي من غرفة الأطفال، الصوت كان جاي من نفس
الصوت كان جاي من نفس الغرفة اللي كنا نايمين فيها. يا دي النيلة، طب الهبل دوت هيخلص امتى؟ ما كانت اختفت وغرقت في داهية، ايه اللي رجع الصوت ده تاني؟ المهم صحينا وفضلنا نراقب ونشوف مصدر الصوت جاي من فين. فتحنا الدولاب فتشنا فيه حتة حتة مفيش أي حاجة، بصينا جوه درج التسريحة برضه مفيش أي حاجة، لحد ما لاحظنا إن الصوت جاي من تحت السرير اللي احنا نايمين عليه. وفعلا رفعنا المرتبة بتاعت السرير لقينا العروسة تحت السرير. هنا قلنا خلاص احنا لازم بكره الصبح ناخد العروسه ديت لشيخ. فخدت العروسه وديتها غرفه الاطفال وقفلت عليها بالمفتاح، ورجعنا نمنا في الغرفه بتاعتنا وبالعافيه بصراحه. اصل هننام فين؟ هنروح فين دلوقتي بالساعه دي؟ وتاني يوم اخو مراتي جاب لنا شيخ محترم وموثوق فيه، راجل محترم بيشتغل في الطب البديل وبيعمل شغل الروحانيات دوت كده جنب الشغل وبدون مقابل. وفعلا خدنا ميعاد عند الشيخ ونزلنا انا ومراتي ومعانا العروسه اللي حطيناها في الشياله اللي لقيناها فيها اول مره. لكن المره دي قلت لمراتي معلش انت تقعدي جنبي وفي ايدك العروسه بالشياله بتاعتها لحد ما نوصل للشيخ، احنا مش ضامنين تختفي المره دي ولا تروح فين. وفعلا عملنا كده. عايز اقول لكم انا وصلت للشيخ بالعافيه في دقيقه، لان حرفيا سبحان من وصلني، لان انا كنت بسوق وانا متبرجل بشكل متخلف يعني. اول ما وصلنا عند مكان الشيخ لقيت اخو مراتي مستنينا، خدنا وطلعنا عند الشيخ والحمد لله الامور كانت متيسره ودخلنا على طول. اول ما دخلنا حكينا له على كل اللي حصل لحد ما وصلنا عنده، لان النبي بيقول لنا خير خير ان شاء الله، ما تقلقوش يا اولاد، خير بسيطه. وخد من مراتي الشياله اللي فيها العروسه، ولسه بيكشف الغطا من على العروسه مفيش عروسه، العروسه اختفت. طبعا الشيخ زعق في وشنا وكان عايز يطردنا لان هو فكر اننا كنا بنحور عليه وجايين نسخر منه كده، لكننا شرحنا له ان الموضوع دوت حصل بجد اكتر من مره زي ما حكينا له. وما رضناش نمشي من المكان غير لما الشيخ يجي بنفسه معانا لحد البيت، عشان اكيد هنلاقي العروسه هناك، ولو مش هناك اهو يقرا على المكان وربنا يستر. والحمد لله الشيخ اقتنع ونزل معانا ورحنا لحد البيت. واول ما فتحنا باب الشقه سمعنا صوت عياط الطفل في استقبالنا. بصيت للشيخ كده وقلت له اديك سامع اهو بودنك يا عم الشيخ مش تهيؤات. قال لنا خير خير ان شاء الله خير. لما دخلنا الشقه وكالعاده الصوت كان جاي من غرفه الاطفال. قلت له اتفضل شوف بنفسك يا عم الشيخ، هتلاقي العروسه جوه اكيد، واكيد هتلاقيها نايمه على السرير بتاع البيبي، مع انها كانت في ايد مراتي طول الوقت من ساعه ما نزلنا لحد ما وصلنا عندها. الشيخ سمع مني الكلام دوت وهز راسه وقال لي خير خير ان شاء الله، صلي على الحبيب واستاذنك عايز ادخل الغرفه دي. قلت له اتفضل اتفضل يا عم الشيخ. راح الشيخ فضل واقف قدام الباب لحظات كده، فضل يقرا فيها شويه قران بصوت عالي، بعدها قال بسم الله وفتح الباب ودخل الغرفه. اول ما فتح الباب نورت له الغرفه ودخلها وقرب ناحيه سرير البيبي وهو لسه عمال يقرا قران. طبعا اول ما دخل الغرفه العياط وقف تماما، وكل دوت انا ماشي وراه وشايف هو بيعمل ايه كويس جدا. اول ما وصل عند سرير البيبي سمى الله ورفع الغطاء المحطوط على السرير، عشان نتفاجئ ان العروسه نايمه في السرير، والاغرب انها منزله من عينيها دموع، لكن المره دي دموع بالدم. فالشيخ مسك العروسه وقال لنا اطمنوا مفيش حاجه، خير خير ان شاء الله. بعدها قال لنا انا عايز اطلع فوق السطوح بتاع البيت، وعايز حصيره كبيره، وعايز طشت اللي هو طشت الصاج الكبير، وعايز ازازه ميه كبيره. وفعلا عملنا له كل اللي هو قال لنا عليه. طلعنا فوق السطح فرشنا له الحصيره وحطينا عليها الطشت اللي هو قال عليه. بعدها الشيخ قعد على الارض قدام الطشت بالظبط وحط العروسه جوه الطشت. بعدها مسك ازازه الميه فتحها وقربها من بقه وفضل يقرا ايات قرانيه بصوت عالي. كنت مركز جدا في الكلام اللي هو بيقوله، انا متاكد ان هو كان بيقرا قران مش بيقول اي حاجات غريبه يعني. المهم ان هو فضل يقرا بتاع ربع ساعه. بعد كده شرب شويه ميه وبخهم على العروسه، وفضل يقرا شويه ويشرب شويه ميه شويه ويبخهم على العروسه. فضل يعمل كده لحد ما فجاه لقينا العروسه ولعت نار مره واحده، والنار كانت قويه جدا لدرجه انها ملت الطشت كله وارتفعت بتاع متر ونص كده لفوق. واستمر على كده لحد ما النار خمدت تماما والعروسه اتفحمت وبقت رماد تقريبا. بعدها قال لي انت هتستنى لحد ما السخونيه تبرد شويه، وبعد كده تحط الرماد دوت كله في شنطه زباله كبيره وهتربطها كويس وهترميها في اقرب مقلب زباله ما يهمكش يعني، وانا هنزل معاكم دلوقتي اقرا شويه قران في الشقه وربنا يسترها عليك. لما سالته طب هو ايه اللي حصل، قال لي العروسه ديت كانت موجوده في بيت ساحر وغالبا مسكونه واللي جواها اتعلق بمراته، عشان كده العروسه ما كانتش بتعمل صوت طول ما هي جنبها، لكن اول ما العروسه بتبعد عنها بيحصل اللي انتوا شفتوه. المهم بعدها خدت الرماد بتاع العروسه ورميته زي ما الشيخ قال لي بالظبط. بعدها فضلنا نسمع نفس الصوت لمده كام يوم كده، لكن مع قراءه القران وذكر الله بشكل مستمر في البيت الصوت اختفى تماما والحمد لله. فحقيقي النصيحه اللي بنصحها لاي حد دايما اقرأ قرآن بشكل مستمر في البيت، وخصوصا سورة البقرة، وما تنساش أذكار الصباح والمساء. لحد هنا القصة خلصت، أتمنى تكون نالت إعجابكم. بس كده، استنونا الحلقة الجاية بإذن الله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.